السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناة أبو غزالة وبودكاست قصص اللعيبة. الضيف النهاردة في الحلقة هو مش ضيف واحد، هما اتنين بدأوا مع بعض من الناشئين، وصلوا مع بعض لحد الفريق الأول. الاتنين دول بيتذكر اسمهم على طول من ساعة ما بدأوا كورة مع بعض، وهم اتحطوا في نص الملعب بدأوا مع بعض ولحد دلوقتي هم لسه مكملين. معايا النهارده ضيف الاتنين زيكا وعبد الحميد. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. عايز نبدأ بقى ايه بداية حلوة كده مع بعضينا ونمشي الدنيا. عايزين بس نعرف سر زيكا وعبد الحميد. احنا سمعناها من ساعة انا ما صورت في النادي وانا على طول اسمع زيكا وعبد الحميد. المايك بقى معاكم والدنيا كلها معاكم انتوا. والله بدأت مش زيكا وحمادة بس، بدأت واحنا صغيرين. أول مواجهة لينا سنة 6. يعني انتوا اصلا اتقابلتوا زمان؟ بس ما لعبناش مع بعض. ما نعرفش. ما كناش نعرف بعض. كنا بنلعب في سنة 6 ابن دوري بيبسي قصاد بعض. دي أول مرة قصاد بعض. أول مرة دي كان دوري ما بينكم في المدارس. تمام. طب احكي لي، يعني حد فيكم يحكي لي الموقف يعني مش ازاي. نبدا بعبد الحميد. ماشي. هو احنا كنا بنلعب، فانا اتفاجئت ان هما كان يعني فرقته كان هو اجمد واحد فيهم. يعني هي فرقته كانت يعني مش اجمد حاجه، بس هو كان هو الملفت فيهم. كان هو القصير والاسمراني وبتاع وبياخد الكوره ويعدي وبتاع. بس انا فرقتي كانت اجمد تيم، كنا اجمد مع بعض. فكنا بنلعب، لعبنا ماتش قصاد بعض، بس يعني انا اللي كسبته في الاخر. يعني هو عشان كانت فرقته مش اجمد حاجه وانا التيم بتاعي كان اجمد، فانا اللي كسبته. فدي كانت اول مقابله بيننا احنا الاثنين. طيب انت كان ايه شعورك او كنت ايه الدنيا في الماتش ده؟ لا يعني مش هقول كنت يعني وبالذات ان هو بيقول لك هو كسبك. لا عادي، أصل هو زمان كان عبد الحميد من النوع اللي هو كان عفريت، معنى عفريت بجد. هو كان تيم كويس. يعني التيم بتاعنا كان في المدرسة عندنا، كان المدرس عندنا بياخد أي حد. فقال لي خد هات لي 2 3 وانا هجيب باقي. فجبت له الاثنين وهو جايب باقي الباقي. فروحنا لعبنا الماتش، فمش عارف اساهم ولا عارف اعمل حاجه، فباخد الكوره واعدي. ما شافش حاجه. فزمان بقى كان عندنا اللي بيعملوا تيشيرتات سوبر مان وباتمان الحاجات دي. فعبد الحميد بقى من النوع اللي كان بياخد الكوره ويباصي ويعمل، بس ايه كان عنده الجانب المهاري ده، كان عالي قوي. ياخد الكوره ويجي يعدي كده يعني هو من زمان هو جامد. تقريبا من دلوقتي اكتر من دلوقتي. تمام. طيب سؤال كده برضو. انت لما شفت عبد الحميد اول مره جه معاك في فرقتك في 2004 كان ايه طباعك؟ كنت عارفه ولا ما تعرفوش؟ لا ده ده في حاجه تاني. احنا دخلنا ثانوي، دخلنا قصدي اعدادي نفس الفصل. تمام. يعني في صدفه جمعتنا ان احنا اصلا اول يوم في اعدادي في الفصل كنا مع بعض. يعني انتوا دي غير بطوله 6 ابتدائي؟ احنا خلاص 6 وسبحان الله القدر راح مجمعنا، بقينا في فصل واحد مع بعض. انا عمال ابص له وهو عمال يبص لي في اول يوم. والله ما دخلناش مدرسه، ما دخلناش اي حاجه، بس اول ما دخلنا انا فاكره وهو فاكرني. لحد ما جت بقى والله لحد ما جاتنا صدفه ومش عارف ايه، وبقينا نلعب مع بعض ونروح المدرسه ونلعب وكده لحد ما بقينا تيم واحد. يعني ثانيه واحده، يعني هو قبل ما يجي النادي انتوا اصلا كنتوا صحاب؟ يعني انتوا صحاب اصلا من قبل حوار النادي ومن قبل كل ده؟ طب امال هو جه النادي ازاي؟ من طرفي. يعني انت اللي كنت ليك طرف في الحوار؟ بالظبط. هو اللي جابني النادي. بس قبل ما اجي النادي كنت انا جيت، يعني هو نزلني قبل كده مره، كنت انا شويه بلعب في حته. تمام. كنت بلعب في الشارع، كنت بلعب في الشارع، فهو نزلني فقال لي تعالى وعاملين لي اختبارات وكده وبتاع. فرحت اول مره اتمرنت معاهم تمرينتين ولعبت ماتش ودي. فجيت في التمرينه الثالثه مش فاكر مين، يا هشام يا اسلام، حد من الاثنين، كابتن هشام ولا كابتن اسلام، حد فيهم قال لي ان انت هتدفع فلوس. ساعتها في اليوم ده انا ما نزلتش التمرين، خدت بعضي ومشيت. يعني والله بجد خدت بعضي ومشيت. جيت بقى بعد كده ايه، يعني خلصت ومش عارف ايه، وكنت بلعب دوري حريف. بعد كده رحت بولاق سنتين، وبعد كده رحت ايه زيك قال لي كنت هقعد في البيت بقى خلاص، كنت لا كل ده وانت لسه يعتبر صغير. كل ده وانا اللي كنا لسه في ثالثه اعدادي، كنا لسه مخلصين ثالثه اعدادي. يعني مثلا 14 سنه بالظبط. بعد كده رحت خلصت لعبت سنتين في بولاق وخلصت. كنت في اولى ثانوي ساعتها، كنت رايح اولى ثانوي. فزيك كنت خلاص كنت عامل مشاكل مع المدير الفني في بولاق وموقعني قايمه اولى وانا مش عايز العب هناك، فقلت اقعد السنه دي. زيك قال لي لا ما تقعدش ومش عارف ايه، وفي نادي عاملين اختبارات
وكابتن شيكا هنا ما كنتش عارف شيكا، كابتن شيكا هيمسك فتعالى الاختبارات، هو بقى يكمل لك الباقي اللي حصل في الاختبارات. بس معاك انت الكلام بقى كنت انا المدرب بتاعه. عشان الكابتن يعني وكده. بلعب في الملعب وزيك اصلا واقف بره بيقول له يعني بيقول له بس ده كويس. عرفت بقى ان الكرة بتمشي من تحت لتحت. حركات. ايوه. عشان يعرف انا خير عليه. ندمان طيب، ندمان طيب ولا مش ندمان؟ طبعا. طب نزلني بيها لحد دلوقتي. طب ندمان ليه؟ قول لي. مش ندم بقى على قد ما هي يعني. طب ما يمكن العيشه كانت حلوه. طبعا دي حاجه طبعا يعني ان هي اصلا ربنا خلينا نجمعها مع بعض، ان احنا نبقى اصحاب بره الكوره، اصحاب جوه الكوره، وان انت اصلا يبقى معاك حد يبقى اخ ليك، دي حاجه فاهم يعني، حاجه مش سهله، مش بنلاقيها دلوقتي خالص، ان انت معاك حد يبقى اخ ليك في كل حاجه، حرفيا ممكن تكون تعملوا كل حاجه مع بعض زي بعض فاهم. دي مش ما تلاقيش عن اي حد يعني، انت تلاقي صاحب كده في الطريقه دي بقى يعتبر ان هو اخوك. كمل بقيه كلامك انت بقى. على ايه؟ بعد ما بقيت مدرب عليه. كابتن شيكا قال لي اصلا كنت عايز لعيبه وكده، فقلت له ماشي يوم الاختبارات اجيب لك لعيبه كويسه. فبرضه سيف كان معانا ومشي، رحت جايب الاختبارات، فقلت له بص على الاثنين دول كويسين قوي. قال لي ماشي، فقعد يبص وبتاع، قال طب ايه؟ مش عايز اشوفهم في حاجات كده، فدخلت الملعب كنت بحكم. كان هو عايز يشوفهم اللي هو ايه بيعرف يشوط، ده بيعرف يشوط الجون، وسيب بقى فرق بدماغه ولا لا، والتغطيه وكده. فدخلت ورحت قايل لهم، المفروض ما لهمش، فدخلت ورحت قايل لهم انا بقى، قلت لهم هو عايز يبص على الحاجات دي، حاجات بنعرفها في الكواليس اهي. تعدي كده عشان نخلصك بدري. فراح عملوا بقى الحاجات دي، فقال لهم خلاص انتوا معانا. حتى كابتن احمد برضه كان قاعد وكده، فالناس كلها عملوا بيه خلاص بقى معانا، وبدا يبقى كسبت الاثنين في يونيو. فلبسكم انتوا الاثنين. قال مش البس لواحد، لبسكم انتوا الاثنين. طبعا، بس انا لبست اكتر طبعا عشان الحمد لله. طيب اول مره لعبتوا بقى فيها فعلا مع بعض؟ دي من بعد دي هنقول ان ده كان موسم كنتوا لسه بتلعبوا 2004 صح كده؟ ماشي. اول مره بقى لعبتوا فيها، انت تفتكر اول مره لعب معاك فيها؟ اول مره في ايه بالظبط يعني؟ في اول مباراه نزل جنبك في الملعب، يعني اول ماتش كان هو معاك في الملعب، كانت البدايه بقى. كانت البدايه؟ انت تفتكرها؟ كان في الناشئين ماتش جينيوس، ان الماتش الاولاني فرقه ما جاتش. تمام. ماتش جينيوس كان في ماتشات البكاري، نزلنا لعبنا مع بعض، كنا تيم بقى، كان تيم جامد، كان اجمد تيم جه في 2004. تمام. ساعتها بقى بدأنا نلعب حميد في نص الملعب، بدأنا نلعب بقى مع بعض، وحتى التفاهم ما بيننا ده كان حاجه عاديه. هو مش محتاج ان احنا ناخد وقت اصلا، احنا اصلا بره الملعب كنا بنلعب، وبره الملعب مع بعض دايما صحاب، وكل واحد فاهم التاني بيعمل ايه، فمش محتاج ان احنا نفهم بعض، احنا لسه هناخد وقت. كنا حرفيا احسن نص ملعب في الدوري كله، وكان معانا ساعتها بنك وشرقيه، وكنا حرفيا احسن نص ملعب في الدوري. يعني ده يعتبر دي كانت يعني دي البدايه. دي كانت البدايه. دي البدايه. ده كان موسم 2000 وكام؟ 2024. افتكر مثلا انه 2022. 2022 فاكر. انا كنت معاكم، كنت بادئ معاكم يوم البنك والشرقيه. السؤال ليك انت لعبت براعم؟ لا ما لعبتش براعم. يعني لعبت يعتبر وانت كبير. لعبت وانا كبير. 2000 وكام؟ يعني مثلا بدأت كام سنه؟ بدأت وانا في 2000 بالظبط. كام سنه بدأت؟ كنت في ثالثه اعدادي، يعني مثلا 14 15 سنه. يعني في الوقت اللي انت لعبت فيه بولاق والكلام ده كله كانت دي البدايه. كنت انا اول. طبعا زيكا انا اللي ممكن احكي. زيكا من زمان قوي. لا انا عايزك بقى تحكي قصتك انت من بدايه البراعم، يعني مشيتها ازاي؟ انت تقريبا ايوه انا مفيش سنه قعدتها. انا بدات واحنا بنلعب في نص ملعب، وبنلعب نص ملعب 11 كده سباعي. بعد كده بقى برضه لعبت بعدها السنه، بعدها فتره لقينا مساحه، بداتها مع كابتن احمد سامي. كانت بدايه كويسه وكده. كان معانا برضه
ناس دجله، وكان معانا الشمس. في براعم بقى كان عادي، كان كله بيلعب مع بعض. بعد كده بدأنا مرحله الناشئين. اول سنه ناشئين بعد كده تاني سنه برضه لعبنا ماتش دجله. كان مجمع لنا كنا لسه مجمعين فرقه، فلعبنا ماتشات وديه كده. كانت البدايه ما كانتش مبشره اساسا ان نلعب دوري. كان ده اول ماتش، اول مره يتفتح عليكم الملعب. اصلا قبلها كان كابتن احمد سامي عودنا على الاوفسايتات وكده. بس لما بدانا السنه الجديده جو قال لنا ايه، انا مش هكون معاكم عشان ابقى حكم. يعني انا مش هبدا اكون معاكم عشان انا خلاص ابقى حكم، فما ينفعش احكم وابقى معاكم. تمام. بس احنا كنا بنلعب القاهره. ايوه. يعني لعبت دوري القاهره. بعد كده راح كابتن مسلم مسك من بعديه، يعني بدانا بقى نلعب ال11. يعني ما كانش في حاجه اللي اسمها ايه مكان ومش مكان ولازم ده مكان بالذات، يعني ان الملعب اتفتح عليه. كنا لسه عايزين ايه نتعلم اكتر. فهي الماتشات كتير راحت جايبانا، يعني هنا اتعلمنا. مفيش حد جه قال لنا ايه انت مكانك هنا فهتعمل كذا كذا كذا، لا. احنا في الماتشات اتعلمنا كل حاجه. بدأنا بقى ايه، بدأت انا كنت بتصعد، لعبت صعدت 2001 في نادي المخنان. 2001. بعد كده كنت بنزل العب مع 2004. كانوا بيطلبوني الفريق الاول. يعني من صغري وانا متعود ان انا العب مع سن اكبر مني. طب اول مره انت اتصعدت فيها فريق اول كان ايه احساسك؟ او انت كان بالنسبه لك الموضوع كان ماشي ازاي؟ ده انا يعني لما جات لك في البدايه، يعني مش دلوقتي. لما جات لك زمان. بص انا زمان دي حاجه اقولها برضو كده بيني وبين كابتن مصطفى. كنت ببعت له على الواتس بقول له انا عايز العب ماتش بكره، حط لي في السكور. اول سنه لينا اف سي يونيون دي كان 2021 صح كده؟ قلت له انا عايز اكون في الماتش. قال لي اصبر بس انا هحطك في الماتش الجاي. فاصبر الماتش الجاي. اقول له ايه؟ يقول لي الماتش اللي بعديه. حسيت ان انا ايه، ان هو لسه مش شايفني. فبقيت انا اجي التمرين واتمرن واعمل ويحط لي تمرينات مع الفريق الاول، وكنت ابقى احسن، ببقى كويس. يعني انت كنت بتجري ورا الحلم ده اصلا، يعني انت كنت عايز تبقى كده. ان الفريق الاول بيبقى عليه نظره. ايوه. فعايز العب من بدري، من البدايه. فجيت بقى اول ماتش العبه كان الدور الثاني قدام كرداسه. ده كان اول موسم يونيون تلعب في دوري باسمها، وصعدت فريق اول. يعني انت لعبت ماتش كرداسه اللي هو الدور الثاني. الدور الثاني دي البدايه يعتبر. دي البدايه. فكان حلو بقى جو الجمهور، جو الناس، وجو الزعيق، وجو لما بيجيب جون الاحتفالات، الناس من بره شعورها عامل ازاي. فده وانت في الملعب بتحسه. حتى وانا بره لما كنت بتفرج كنت بحب ايه ده، اللعيب ده بيلعب ازاي. يعني بقت بتشجع والناس عماله تشجع والناس عماله تزعق. اولا كان كرداسه بلد جمهور. يعني الدور الثاني كان كمان في ملعبه. لا هو كان في اوسيم، بس اوسيم كان ملعبهم. ايوه. فكانت الجمهور بتاعتهم كانت اكتر. وكان بقى الناس من بره تقعد تتكلم، واللي يزعق لك واللي مؤاخذة يشتم واي حاجه. جو الدرجه الرابعه دي كان ايه بالنسبه لي. برضو كان الحاجات دي بتخوفنا قوي. بس بعد التكرار اتعلمت ان عادي، الكلام ده عادي. كان اجواء كويسه. طب انت ما كنتش خايف انك انت تغلط او انك انت تتسرع في الخطوه دي وبعد كده تلاقي نفسك اتقفل عليك في حته الناشئين بس؟ لا ما كنتش خايف. ان انا كنت عايز اجرب. لو خايف ان هو ممكن المدرب يحطني من اول مره كده فريق اول كده ممكن اخاف. اما اللي انت تكون عايز تعمل حاجه دي احسن. انا اللي عايز العب. فطالما انا عايز العب هثبت نفسي وهتمرن والعب. وانا كمان من صغري زي ما قلت لك ان انا من صغري وانا بلعب مع ناس كبيره. من صغري بلعب 2001. زمان في زهراء حلوان كنا بنلعب في زهراء حلوان برضو. كنت بتصعد بروح العب مع ناس اكبر. زمان في 2002 كنت بروح العب مع 2002 ومع 2001 ومع 2000 كنت بتصعد وبلعب. وكنت بلعب ساعتها كنت بلعب هوف. يعني مدرب يعني مركز كمان غير مركزك. 11 فزمان اول مره المدرب كان بيقول لي انزل العب هوف وهات لنا فاولات. قال لي انت جسمك قصير وهالي ومهاري وبتجري. فقال لي انزل كده هات فاولات.
فكان معانا واحد فرقه مميز جدا، مميز يشوط فاولات ويجيب هنا وبتاع. فبعد بقى لما بدأنا الدوري بقى الناشئين بقى اللي هم يلعبوا بقى فريق بنلعبوا 11، بقت عندي الميزه دي ان انا اجيب فاولات. كان معانا لاعب اسمه معاذ، ده كان بيجيب فاول من اي حته، من اي حته في الملعب. فكنت اروح واعمل كده واقوم واقع، خلاص اعرف ان هي جول، اروح واعمل كده واقوم واقع. فدي اكتسبت منها خبرات، ان انا ازاي اضحك على الحكم، ازاي ان انا اشوف انا امتى اقع، امتى استحمل الخبطه، طب امتى ان انا اباصي، امتى الحاجات دي عرفتها خلاص. طب وانت اول مره صعدت فيها فريق اول كان ايه احساسك؟ اول ماتش كنا بنلعب ابو رواش. كنت ساعتها الفريق الاول كله غالبا كان فيه مشاكل. ده كانت موسم نفس امتى؟ الموسم يعني انت بدأت معاه على طول؟ بدأت معاه، بس هو كان طلع قبل. اه يعني هو كان طلع قبل ماتش كاسكادا دوت. انا فاكر الماتش ده هو ماتش ابو رواش. كنا اصلا اغلبيه الناس اللي في الملعب كنا غالبا التيم بتاع 2004 هو اللي بيلعب الماتش. كان ماتش كان فريق الفرق الكبيره يعني في الفريق الاول كان فيه مشاكل، وغالبا ما جوش الماتش ده خالص. واحنا التيم كله هو اللي لعب، كنت انا وزيكا كل التيم بتاع 2004 اللي كنا عاملين موسم جامد جدا. فده كان اول ماتش، وكان يعني كنت حاسس ان هو يعني ايه ما كانش ماتش اللي هو يعني جامد قوي، عادي. كان ماتش اصلا في اخر الدوري فاهم، وكان عادي اللي هو ماتش. انت يعتبر ما لعبتش غير الماتش ده؟ الماتش ده بس اللي لعبته ده بلاش. ويعتبر الدوري بعدها خلص؟ والدوري بعدها خلاص كنا خلاص بقى ركزنا مع 2004، وركزنا ان احنا كان عندنا ماتش مع لافينا في دور الثمانيه. ايوه وزي ما حصل بقى طلعنا ضربات الجزاء وبتاع. بس كان ايه احساسكم ساعتها في لافينا في ماتش لافينا ده وماتش البطوله اللي 2004 يعتبر؟ لا بص، كنا تعبنا جامد قوي في السنه يعني، بس هي التوفيق بتاع ربنا فاهم ما كانش معانا خالص يعني. توفيق يعني الكوره على التوفيق على التوفيق، بس احنا ما كناش موفقين خالص في الماتش ده. سنه متعبه جدا، كانت سنه مرهقه جدا بجد يعني. كنا دي سنه اللي هي بتاعت البنك الاهلي صح كده؟ السنه دي كنا احنا والبنك الاهلي والشباب والدخان، وكان معانا فرق كتير قوي كويسه وجينيوس، وكان صعدنا احنا والبنك. انا فاكر ماتش الشرقيه ايوه خلص في 15 دقيقه بالظبط كان الشهر ده خلص. فعلا ايوه. الحكم عمل يعني مش عارف ايه اللي هو شتم غالبا الحكم راح واخد بعضه ومشي، خلصنا الماتش. بس انا فاكر لك جون في الشرقيه الدور الثاني. الدور الثاني الفاول. انا لو الفيديو ده لو جبته هحطه لك في الفيديو. كان جون جامد قوي يعني. اصلا كان الجون الثاني، وكانوا هم ساعتها ضاغطيننا. كنا كسبانين 1-0، وانا بالمناسبه كنت عامل الجون يعني. انا اصلا فاهم كنت عامل الجون. فكنا مضغوطين ومش عارفين نعمل ايه وبتاع، وفاول كده من بعد نص الملعب بشويه. لا هو كان بعيد فعلا. كان بعيد قوي. كان بعيد قوي. كان مصطفى، انا اصلا مش انا بلعب الفاولات دي يعني، كان زيكا هو اللي بيلعبها يعني. زيكا الحاجات البعيده هو اللي بيلعبها، فهو لوحده كده من نص الملعب قال لي العب يا عبد الحميد. فاللي هو انا هعمل ايه؟ هلعب لمين؟ انا مش عارف، انا اصلا مش عارف اعمل ايه بجد. فقلت انا احطها في الجون بقى، اي حد يعمل فولو بتاعي يكمل. لقيت سبحان الله الجون هو متقدم خطوتين، فرحت لعبها جامده عدت من ورا الجون كده. كان طبعا شفت الاحتفال كان عامل ازاي، وكان ده ماتش الصعود اصلا يعني. ده كان ماتش احنا نصعد دور الثمانيه. زيكا تحب تلعب باك شمال؟ ما عنديش مانع ان انا اعرف اي مركز. لا ما هو مش هقول لك اكيد تروح تقف جون تقول لي هقف جون مثلا. بص لا احنا عايزين بالتحديد المركز ده. بتحب تلعب باك شمال؟ والله كتر خيره، ولا حاجه. لا احنا عايزين الحقيقه. انت مركزك ايه؟ انا مركزي ديفندر. حلو. انت مركزك ايه؟ 8. حلو. ينفع اجي النهارده اقول لك هتلعب باك شمال؟ بص يعني هو ينفع في حلقه واحده الا لو زيكا اللي هيلعب. بصراحه دي معاك حق. بس هي في الكوره عامه، في الكوره لو فريقي محتاجاني هلعب يعني. لو انا هو المدرب شايف فيها حاجه ان انا ممكن العبها، انا نفسي هدي نفسي الاحساس ده ان انا هبقى كويس فيه. هو زيكا على فكره كان بيعمل كده في المدوشه. زيكا اصلا عمره ما لعب باك شمال فاهم. ممكن كان بيلعب مثلا يمين ونص الملعب، بس شمال دي اصلا هو مش اشول كمان فاهم. بس هو ما شاء الله يعني، هو بيعرف يدخل نفسه ويعرف يجيب نفسه قوي في المدوشه او في اي مركز عامه. ده بس انا فاكر في سنه برضو كان في لاعب بيلعب عليك وانت يعني على قد ما انت كنت عارفه بس
لو لعب عليك مره وعدى منك ممكن تبقى انت حفظته. ده قابلناها السنه اللي فاتت في ماتش اهرام سبورت. الاهرام سبورت، كان جده جنه. جنه. لا بص انا اقول لك بقى يعني انا شفته قرفك، بس انت السنه دي قرفته. لا دي جت معايا جامد بقى. بص جنه ده زين أول ماتش. الفني نفسه زين اصلا. جنه ده اول ماتش، اول ما عرفت ان انا اهرام سبورت قلت بس ده كده معانا المجموعه. جه اول ماتش القرعه اتعملت بقى، هم اول ماتش معانا. فجاء كابتن مصطفى قال لي ايه؟ قاعد في التراي ماتش يمرني. فجه الماتش بقى ايه؟ مرني فيندر مش باك ليفت. فجه بقى الماتش قال لي ايه؟ جنه مش هيبدا. قلت له مش فاهم. قال لي جنه مش هيبدا، انا هتلعب نص ملعب. بس ده كان كامل بيلعب باك ليفت، لعيب كويس كامل برضه، بس كان 2007 كان لسه خبره يعني، لسه صغير يعني على الخبرات. فجيت بقول له ايه؟ ماشي انا عادي، انا جاي اصلا كنت جاي مهيئ نفسي ان انا هلعب باك ليفت. انا جاي انا مهيئ انا في تشكيله باك ليفت. فجيت اصلا هو حطيت فيديو. فجيت بقى لقيت بقى ايه؟ الشوط الاول بقى اتلعب عادي، الشوط الثاني كان عمال بالهرم. والملعب ده كان مساعدني في حاجات كتير قوي. يعني الملعب مساعدني انه صغير فانا اقدر اتحكم فيه. راح جه بقى الشوط الثاني راح منزله، قلت انا العب باك ليفت. العب بقى، وقعدنا بقى ايه؟ نلعب مع بعض. ده ماتش تاني يعني، ماتش غير الماتش. جينا بقى في الدور الثاني، حتى اي لاعب من فرقه الدور انا بص مش هنقان ولا من كايرو ولا من اي فرقه خالص، مع احترامي لهم يعني، بس هنقان من الماتش ده. قال لي قلت له عشان الملعب بتاع حسين واسع ولا يلعب عليا بيحب المساحات، وانا على كده العب باك ليفت. فكنت قلقان جدا، مش عارف يعني، مش عارف اعمل ايه. ده اول مره اكون قلقان من حاجه بسبب اللاعب ده. بس اول ما بدانا ماتش التدخل ليا يعني التدخل بتاعي خلاص، انا بص موته. التدخل بتاعي موته، عرفت ان انا كده خلاص همسك منه الماتش. بعد كده انا الناحيه الثانيه لاعب باك رايت، طبعا مش هروح وراه بقى. زين يعني المدرب طبعا مش هروح وراه بقى، يعني مش هروح. ففضلت واقف. هو اصلا اللي عمل الجول، يعني هو اللي عمل الجول اللي جه فينا. الثاني الاولاني. فقعدنا بقى ايه ننقل ونقيل وان شاء الله وبتاع. انا الحمد لله يعني عدت على خير. ده الماتش اللي كنت قلقان منه. تمام. اول بقى مره لعبتوا فيها عموما او في لعبكم، مين فيكم اللي كان بيغطي ومين اللي كان بينسى يغطي؟ هو بص يعني في ديت يعني كان هو دايما، يعني هو بحكم مركزه ان هو السته كان دايما كان بيغطي الفرقه كلها بجد. يعني ما شاء الله هو باور، فبيغطي الفرقه كلها. تلاقيه بيغطي الباك، تلاقيه بيغطي انا بيغطي الديفندر اللي جنبنا الناحيه الثانيه الثمانيه. كان هو دايما اللي بيغطي. انا اصلا كان اغلبيه الوقت عندي ميول هجوميه، ان انا دايما عايز اهاجم، دايما تلاقيه في الحته اللي قدام. فهو دايما اللي ايه بيلم حوالينا كلنا، بيلمنا كلنا، دايما يكلمنا. هو يعني ما شاء الله يعني بيعرف يتحكم في رتم الماتش، امتى نلعب وامتى بتاع وامتى ينزل يحل. يعني هو الحته دي هو اللي كان بيغطيه. يعني هو اللي كان دايما بيخليه هو الميول اللي عنده اكتر. طب انتوا كنتوا بتتخانقوا؟ كنا بنتخانق. مش خناقه، مش زي عايز اسمع شده الملعب. انا كده يعني الخناق اللي كان بيدور في الملعب. هو زعيق. زي ممكن زعيق مثلا في كوره، هو المفروض يعمل كذا، فبقول له بقى هو متضايق اللي انا قلت له، فهو مزعق. اتعصب عليا. انا فاكر موقف اول ماتش جينيوس ده اللي هو كان بيحكي عليه. اول ماتش فكابتن مصطفى بيعمل لنا ازاي، بيقول لنا بصوا انا مش عايز فورات خاصه على 18. ففي كوره راحت كده الواد الباك بتاعنا اتضرب، فرحت انا مغطي بسرعه عليه، رايح بقى بكل سرعتي ورايح، فرحت ايه مدي الواد كتفي في ظهره، فاول جامد بقى. انا مش واخد بالي، عايز اجيب الكوره، انا رايح بسرعه. فراح راح محسوب فاول علينا بره 18. فده بقى جه بعدها بقى ابني هو احنا مش قلنا بلاش فاولات من بره 18. انا بقى متعصب ان الحكم اصلا حصل عليها فاول. فقلت له اعمل لك ايه؟ انا هتحسب. ده بقى بتزعق لي بعد الماتش مش كانت هتقلب بخناقه ولا ايه؟ كانت هتقلب بخناقه في الملعب. اللي هو انت انا اصلا متعصب وهو جاي بيكلمني ان هو بيلومني اكتر. احنا مش قلنا بلاش فاولات هنا. فبقول له هتحسب هتعمل لك ايه؟ والله قالت خلاص شوف الحوار ده بعد. هي الكوره دي كانت جول اساسا. الكوره دي كانت هتدخل فينا جول بجد. يعني كانت هتدخل فينا جول بجد. لا وكان بيلعب ماتش ناس ده يعني اول مره
في ناس تلعب مع بعضها اه اول مره بجد. يعني كان حميد جديد علينا، سيف كان جديد علينا، علي باك ليفت جديد، كان مين تاني باك رايت. المهم يعني حلمي كان جديد، يعني ناس جديده. كانوا جديد عليكم وكان ناشئين. آه. ان كان حلمي تقريبا لعب معاك براعم. لا مش حلمي مش حلمي مساك، مش حلمي. لا حلمي سيد. حلمي الباك رايت. مش عارف. ايوه. فبقول له ايه ده يعني لعب معانا باك رايت، وعلي اللي جاي من المنصوريه ده لعب باك ليفت. ناس جديده علينا، جديده، بس كان فرق يعني لعيب الكوره، بس كان جداد بقى على بعض. وده كان اول ماتش 11. فطبعا يعني انا بقى ككابتن فريق وكده كنت كل شويه لازم ده اقول له بالراحه اكلمهم بالراحه شويه. بس بعد بقى ايه ببص ورايا لقيت الاثنين السرد باكين بيتخانقوا مع بعض بعد الجول. دخل فينا جول الاثنين سراكين. الاثنين بيسعوا بعض. اول ماتش يعني اصلا يعني خسرانين وهو دخل فينا جول والاثنين بيزعقوا. ده رحت لف الاثنين بتزعل ليه؟ مش يكون جاي منك انت؟ قال لا مش مني، ده منه هو. احنا التاني قلت له لو كلمته يعني هطلعكم الاثنين بره، خليه يبدلكم. ابن المدرب. لا ده هو اللي وافق عليك. طبعا. قلت له هطلعكم بره. هو اللي حط سكور. كده عرفنا مين العصفوره. يعني والماتش عدى على خير. الحمد لله. كسبنا 4-1. كسبنا 4-1 في الماتش ده. جيت بقى في لقطه كده حلوه قوي. كسبنا 4-1 بس انا كان عندي حميه. يعني انا في الماتش ده انا لاعب يجي 30 كوره بدماغي، فمش شايف اللي قدامي. كل كوره تيجي مش عايزه تعدي ورا واطلع اضربها بدماغي. جيت بقول له ايه ده بيلعب ومرقص وقطعت منه. بقول له يا ابني العب شويه جامد. قال لي اعمل كسبنا 4 عادي يعني. فبيضحك قدامي. بتضحك قدامي؟ انت ما عملتش حساب للعصفوره. لا بجد دي مشكلته معايا. اللي هو انا مثلا لو ماتش مشدود ومش عارف ايه وبتاع، انا عادي هو ماتش يعني ايه ماتش مشدود ممكن اضحك عادي في وش زميلي. هو بيتجنن من دي مني انا. يقول لي انت بارد يلا يلا هتجيب ده على وشك. والله العظيم ايه عادي يعني في ايه؟ بالظبط كده يا ابني انت ايه؟ وساعتها الجول الرابع لسه ما جاش، كان 3-2 يعني 3-1. وهم فرقه ضغطانه يعني عماله كل شويه تروح على الجول، وهو المرقص تقطع منه. ده يا ابني عايزين نجيب جول هو يجي يضحك. يعني اتضايق كنت ساعه بقى العب عدل يا اما هتبص هضربك ومش عارف. لا سيدي ماشي بقى. قلت له يلا. طب امتى حسيتوا ان انتوا اتحطيتوا خلاص في ضغط وبتلعبوا بقى كرجاله مش ناشئين؟ فريق اول يعني. هنروح لحته الفريق الاول بقى. مع اول سنه لينا اللي هي الموسم اللي قبل الترقي ده على طول لما ما صعدناش بفرق 3 جون. لما النبأ هي اللي صعدت يعني الموسم اللي صعد فيه النبأ وأسيوط. الموسم ده كان موسم برضه احنا اصلا يعني الموسم ده تعبنا قوي. كنا احنا اصلا يعني لسه طالعين من الناشئين على الفريق الاول اللي هو برضه احنا 18 سنه 19 سنه. برضه الضغط لا احنا عارفين ان الموضوع احنا عارفين احنا يعني معتمد علينا وعايزين نعمل حاجه، لكن الموضوع كان بالنسبه لنا برضه مش سهل خالص. حرفيا الموضوع ما كانش سهل خالص. يعني احنا حاسين ان احنا قادرين واحنا معتمد علينا. هو كان معتمد عليكم بالظبط. يعني انتوا خرجتوا من حته الناشئين، انتوا بقى امتى في اللحظه يعني اللي انتوا حسيتوا بقى خلاص انتوا اتضغطتوا احنا عايزين نحقق حلم؟ طب انت شايف ان السكواد اللي هو بتاع السنه دي لو هو اللي كان موجود السنه اللي فاتت كان ممكن يصعد، ولا السكواد حصل ايه؟ انت شايف من وجهه نظركم السكواد بتاع السنه اللي فاتت ايه اللي يفرق عنه عن السكواد السنه دي، مع ان تقريبا معظم اللعيبه كانت هي باختلاف اضافه كام عنصر؟ هي يعني هو السكواد كان كويس يعني السنه اللي قبلها السنه اللي احنا ما صعدناش فيها بقى واسم صعدوا. السنه ديت احنا يعني كنا بناخد خبره. كان معانا لعيبه كبيره في الملعب وكنا احنا قد المسؤوليه، بس كنا بناخد خبره ودفعنا ضريبه الخبره دي. يعني كنا في ماتش زي الهرم احنا كسبانين 2-0 من قله الخبره اللي عندنا خسرنا 3-2. يعني كسبانين اول 10 دقائق 2-0 في الماتش. خلاص الفرقه اصلا اللي قدامنا يعتبر هندت، مش ما عندهاش اي حاجه.
من قله الخبره وقله ان احنا كنا صغيرين ومش متعودين على اللي هو الضغطه بتاعت المنتوشه ديت، وان هو احنا لازم نكمل وندوس تاني وبتاع. يعني خلاص ان فكرنا ان الماتش خلص، جبنا 2-0 في اول 10 دقايق، فكرنا ان الماتش خلص، فرحنا متفاجئين كلنا جون 2 في الثالث خلاص. وحتى حاولنا ان احنا نجيب ونضيع، هي قفلت. هي عارف انت اللي هو انت بتتعلم فلازم تقع علشان تتعلم. هو دي كان الماتش ده كان كده بجد يعني. الماتش ده والله حرفيا السنه دي كان كل قبل اول ماتش كان بيتعاد قدامي. انا مش هينفع يحصل معايا الماتش بتاع هرم ده السنه دي اللي هي سنه الترقي دي. مش هينفع ابقى كسبان 2-0 وما اكملش واجيب تاني. كنت بخاف انزل الماتش خايف يحصل معايا سيناريو تاني. فدي ضريبه اللي هو انت، دي خبره، احنا اتعلمنا خبره فكملنا السنه دي على كده، بدليل ان احنا الدور الاول كله ما خسرناش ولا ماتش. عايز كل واحد فيكم بقى ايه يبص للتاني كده ماشي، ويقول كلمه للتاني من قلبه باللي انتوا عشرتوه مع بعض في ال3 سنين اللي فاتوا دول. بس كلمه كده، ما تمسكوش في خناق بعض دلوقتي. قول. انا كل اللي اقوله هو احنا المهم ان الكلام ده الناس كلها هتسمعه، يعني الناس بتوع يونيون والناس اللي هتتابعك والناس اللي هتتفرج على الحلقه، وبالذات كابتن مصطفى عشان هيسمع الكلمتين دول. اهم واحد. بس يعني كنت اقول اللي هو احنا ما قدرناش حاجه غير ان احنا نصبر. انا شايف دي اكتر كلمه. ده انت عندك كميه احباط رهيبه. بجد يعني محتاج فاهم اي حد يزقني. يا ابني هم بيجلدوك في الملعب طيب. والله بس فاهم يعني الواحد يعني لما بيقعد مع نفسه والله فاهم بتلاقي الموضوع بيبقى صعب شويه مع نفسك. مع اي حد تلاقي يعني ممكن عادي يبقى هو ممشي الموضوع، لكن مع نفسك بتحس ان انت فاهم. عارف انت اللي هو الاحساس اللي انت لما بتبقى قاعد انا نفسي فاهم، نفسي اتشاف، نفسي اتعرف، نفسي انت بتخرج بره اطار السؤال، احنا قلنا كلمتين لبعض. ده الكلام اللي في قلبك يعني. لكن لا الكلام اللي يعني بقول له احنا ما كانش في قلبي ناحيته من ناحيه بقى الملعب، من ناحيه بقى تفاصيل بالظبط. ما انا بقول له احنا ما قدامناش غير حل غير ان احنا نصبر، علشان مفيش حل غير كده. انا شايف ده، وده اللي انا اقدر اقوله ليه اللي احنا محتاجينه دلوقتي. والله بجد. انا بقول له يعني ان احنا نبص خطوه لقدام. وانا عايز يعني مثلا انا اشوف حد فينا في حته تانيه. انا بزعل قوي 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 لما بلاقي حد حتى بيضرب عبد الحميد في الملعب. بزعل قوي يعني لما حد يعني الماتش اللي فات واحد خبط عبد الحميد انا زعلت. بزعل قوي ليه؟ فاهم؟ يعني انا بحب اقول له ايه؟ ان انت ما تلعبش هنا، ما تلعبش في مصر. دي خطوه جامده قوي. احنا الاثنين والله احنا الاثنين لو بس انتوا اكيد هتيجي في وقت واحد فيكم خلاص يعني واحد يا هيلعب يا واحد يا هيزهق ويبطل، او العكس. يعني ما بتكلمش بحد بس او انتوا يعني ربنا يكرمكم وتمشوا انتوا الاثنين. بتعدي على العادية. انا كل اللي شايفه وفاهمه اللي هو ومتاكد منه مليون في المية ان احنا الاثنين لو اي حد فينا خد فرصه بجد هيكسر الدنيا. والله بجد والله يعني انا واثق من ده بامكانياته. فرصه واحده وانا متاكد ان اي جت لو حد فينا هيمسكها بايده واسنانه مش هيفرط فيها، ويلعب على اي حد حرفيا، يلعب على اي حد بامكانياتنا وبتعبنا. مش بقول اللي هو علشان احنا جامدين، لا، بتعبنا هنلعب وهنوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله في يوم من الايام. بس هي فرصه. طيب اخر سؤال، قول. ليه انت باك شمال وليه انت الوحيد اللي بتلعب الاوت؟ عشان دي صفقه برضه حاجات جوه. يعني ايه تبقى بتلعب باك شمال وتروح ناحيه الهاف رايت، تروح ناحيه الباك رايت تلعب الاوت ناحيه الباك رايت، يعني شوف مساحه قد ايه وتترد عليك بجول. ايه تفسيرك للموقف؟ بص انا شايف ان هي في بلعب الاوت بتاعي. طبل عشان انت عشان جنبك طبل له. لا بلعب اوت جامد، ممكن يكون خطير
في اوقات، بس هي تفكير غلط. ريسك بنسبه 99% للفرقه الثانيه. هو تفكير غلط خالص. 1% لينا. لا وعارف ايه ان اللي بيزيدوا الاثنين سيرت باكين كمان، عشان دول اللي هيلمسوا دول اللي هيكملوا. نيجي فينا جول اصلا. فالتفكير ده برضه تفكير غلط، بس نص الناس برضه بتفكر كده. يعني في مدربين بيتمرن على الناس اللي هي تلعب قوي كويس، وفي مدربين يقول لك انا هلعب قوي كويس على لاعب من دول، على واحد يلمس عشان نجيب جول، حتى لو اللاعب ده بيلعب سيرد باك. وفي لعيبه ايه تفكيرها زي كده بالظبط، زي كده بالظبط. لا ده انا بلعب قوي جامد فاروح انا العبه، لو يجي انا اللي العبه اوعى. ايه يا ابني انت ايه مش فاهم؟ ايوه بيحصل. انا بالنسبه مثلا للباك رايت عملت ايه؟ لعبتها قوي جامد، كنت طلع مسكها، عملت ايه بقى؟ يلا ارجع بقى، يلا عندك قوه بدنيه ارجع يلا يا حبيبي يلا معلش. ايه ده بقى؟ استفدت انا ايه؟ مفيش حاجه. استفدت ان هو اترد عليا بجول، او استفدت ان انا ايه؟ ان انا تعبت. الراجل السيرد باك تعب. ده تفكير جوه مصر غلط خالص. يعني انت عمرك شفتها في الدوري الانجليزي؟ شفتها جوه بره مصر اصلا؟ ولا حتى في المزاريط. اي حاجه في الدرجه الرابعه او جوه مصر والله مش هتشوفها غير جوه مصر. في الزمالك مصطفى الزناد بيجي من السيرد باك عشان يلعب اوت طويل في حاجات زي كده. مصطفى الزناد يوم جاي يوم لاعب اوت طويل. طب هل بقى لو اتردت تلاقي كده في شوشره ديني بيحصل حاجات غير طبيعيه في الدوري المصري. ايه ده؟ يعني ايه التفكير ده؟ طب بره لا العب اوت عادي، باص خلصت. طب انا ممكن اعمل اوت والتاني يوم اعملها عكسيه عادي يرفع. ما هي عادي يعني، مش لازم انا اللي وراح لعيبها جامد. ايه ده؟ كده هجيبها جون يعني؟ كده هتيجي جون؟ العب على دماغ الراجل مظبوط؟ لا تفكير غلط خالص. انا شايف ان بس ان انا العب باك ليفت دي حاجه عاديه، حاجه عاديه خالص. العب باك ليفت عادي يعني، العب باك ليفت باك رايت، العب اي حاجه. دي حاجه جامده قوي. واشكر المدرب اللي اداني، اشكر كابتن مصطفى جدا، اللي هو حاجه ان هو لعبني كده، ان هو اعتمد عليا في حاجات زي كده وانا كنت قدها. العب باك ليفت، العب باك ماشي حاضر، العب باك رايت حاضر، ديفندر حاضر. عصفوره ابن المدرب. لا بص كده احنا وصلنا في الحلقه دي عرفنا مين اللي كان ابن المدرب ومين اللي كان بيتشتم. هو حكايه الشتيمه كان بياخدني كده على جنب ويقول لي انا حاطك على الدكه النهارده عشان عايز الدكه تبقى تقيله. عايز طب كانت هتبقى تقيله ازاي؟ مش عارف لازم حاضر يا كابتن قايلها لك. لازم تكون تقيله. طب اللي جوه الملعب احنا هنلعب ماتش في الدكه تقيله، يعني هو عملها في طب ماتش. ايوه في ماتش مين؟ قول. الاولانيه لا جينيوس. وجينيوس ده نزل جاب جون. هو عملها بقى، بس عملها بدايه بالاولانيه. تقريبا هو الجون اللي انت جبته ده كان جون غل، يعني انت شوط الكوره. اقعد ليه؟ هو شوف بقى فاهم، هو انا زهقت هطلع كل غير. حتى وهي داخله انت عارف دخلت ازاي؟ ده خبطت في العارضه وفي الحارس ودخلت. بس كمان داخله باللي هو داخله بالعذاب. انت عايز ايه مننا؟ الحمد لله الحمد لله. الموسم عدى وان شاء الله الموسم الجاي هنقول للناس يعني ان احنا مش لعيبه قليله، احنا لعيبه جامده. هو الناس ان احنا تفكيرنا احسن من اي تفكير في اي تفكير لاعب كوره. لا انا مش عايز اروح العب الحته دي واقعد، لا انا عايز اروح الحته دي والعب. احنا هنوصل كل ده بتعبنا، يعني هنوصل دلوقتي ان احنا هو ان شاء الله يبقى الموسم اللي جاي موسم خير، وانتوا ما تفقدوش الشغف خالص، يعني انتوا تحاولوا تجددوا الدوافع ليكوا انتوا الاثنين، هتكملوا مع بعض حتى لو ان شاء الله يعني ما كانش فيه حاجه الفتره دي، وهتكملوا في النادي زي ما انتوا ان شاء الله. يبقى خلاص هو ربنا كاتب لكم القدر. وان شاء الله بقى الموسم اللي جاي ده يعني يكلل تعبكم عن السنين اللي فاتت. يعني انتوا الصراحه 3 سنين، والمشكله ان 3 سنين كنتوا بتوصلوا للحلم والحلم مش بيكمل. فان شاء الله تبقى السنه الجايه بدايه خير ليكم، وان شاء الله بقى توصلوا للناس ان انتوا اهو بتكملوا تاني مع بعض وانتوا في الدرجه الثالثه. كانت حلقه الصراحه حلوه مليانه طاقه كده وحب وكلام زيكا. كان يعني لو كنا سيبناه شويه كان هنقعد للصبح بالظبط. نقعد لحد تاني يوم. ودي كانت
حكايه نص الملعب ودي نص الحكايه. ان شاء الله الحلقه هتنزل، دي طبعا انتوا السبب، انتوا اللي اخرتوا الحلقه من يوم الخميس اللي فات. هنعمل ايه؟ ان شاء الله الحلقه هتنزل في نص الاسبوع. ان شاء الله. ودي كانت حلقتنا النهارده من بودكاست قصص اللعيبه مع زيكا وعبد الحميد.